بعد بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بنفسي في وسطكم، في وسط إخواني في حما وفي سوريا وبلدي الثاني سوريا. نتشكركم على هذه الاستضافة ونتشكر الأخ عزو على هذا اللقاء. الحمد لله الآن نقدر نقول الفريق راه جاهز للقاء الأول. اللقاء الثاني، اللقاء الأول كان مؤجل مع حطين، اللقاء الثاني أمام أهلي حلب. الفريق جاهز وعلى أتم الاستعداد لخوض المقابلة الأولى بالنسبة للفريق تاعي في هذه البطولة، في هذا الدوري. بصفة عامة شاهدت لقاءات، كان لي لقاء في الذرع مع الشعلة، وشاهدت لقاء كرامة مع الوحدة، وكنت شاهدت لقاءات على التلفاز. الفكرة اللي تكونت لي أن كل فرق سوريا تمتلك طريقة لعب خاصة بها، وكل النوادي تعمل على تكتيك معين. ان شاء الله احنا نعملوا ونحضروا الفريق تاعنا باش ننافس ان شاء الله هذه النوادي. وثاني نحضر الفريق تاعي نفسيا المقابله الاولى ان شاء الله. اخي عزو، انا من نبيعش الاوهام وما نصرفش اشياء. انا نقدر ننافسوا في البطوله باريحيه، وما نقدرش نوعد الجمهور باي حاجه على غرار ننافس على الادوار الاولى. انا ان شاء الله وباذن الله تعالى حنقول الكلمه تاعنا في هذا الدوري وننافس الى اخر دقيقه ان شاء الله. الفرق في الذهنيات، والفرق في التحضير البدني، وكذلك الذهنيات اللاعب الافريقي لما ياتي للفريق يجي بحافز على امل يلتحق بفرق اوروبيه وفرق، خاصه النوادي الافريقيه. اما الفرق الاسيويه، ما نقول سوريا، على غرار امارات، سعودي، بحرين، اغلب اللاعبين ما يجوش بحافز تاع اموال وحافز باش يروح يحترف. هذا هو الفرق. اما التحضير، كل قاره، كل مدرب عنده طريقه تحضير تاعو وطريقه تحفيز خاصه. الموقف اللي ما زال على بالي، انا كنت نسمع فريق الجيش، فريق الفتوة، والفريق الأول اللي كنت سمعت فيه فريق الطليعة، وكنت نحب فريق الطليعة والله العظيم. هذا حصري من عندي، أنا كنت نحب فريق الطليعة على الاسم تاعو. وكمان تفرجت في الجزائر أمام اتحاد العاصمة، ونحب اللون الأحمر والأبيض، وسبحان الله ربي كتب لي نكون مدرب الفريق هذا. كلمة نوجهها للمناصرين: الصبر على الفريق. أي فريق يكون عنده نفس طويل حيكون عنده شأن. كاين أفريقيا، كاين نوادي تربح مقابلة واثنين وثلاثة وأربعة وتكون في المقدمة، وفي الذهاب تبدأ تلعب على السقوط. وكاين نوادي تخسر لقاء واثنين وثلاثة وتلعب المراتب الأولى. نتمنى من الشعب الطلعاوي، من مناصرين الطلعاويين، شوية صبر على الفريق ويناصرونا والآخر دقيقة، ونتمنى أن يشوفنا في المراتب الأولى إن شاء الله.